مرحبا، يسعد اوقات متابعيني الغاليين حبايب قلبي. كيفكن؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله بخير. اليوم جبتلكن وصفة كلياتنا بنعرفها، بس بإضافة شغلات جديدة حتنقل طعمها لمكان تاني. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر لحتى ما تروحوا عليكم ولا خطوة من خطوات التحضير. وقبل ما أبلش بالوصفة حابة أشكر كل صبية عم تحطلي لايك وعم تشوف الفيديو كامل وعم تحطلي تعليق حلو مثلها. خلونا هلأ نبلش بالوصفة حبايبي. بخلاط بنزل 3 كاسات حليب، ورح أنزل بكاسة شاي صغيرة نص كاسة سكر، وبنزل عليهم ببيضة وب3 معالق قشطة. القشطة ما شرط تكون بوك، فيكن تحطوا من القشطة اللي موجودة عند بياعين الألبان والأجبان، وظرفين كريم كراميل، وبنخلطهم صبايا. صح، الوصفة كتير بسيطة، بس كتير يعني طيبة وغير الكريم كراميل اللي نحن متعودين عليه. وهلأ على النار، طبعا النار لازم تكون خفيفة، ومنضل نخلط فيها حتى ما يتشكل ولا كتلة بالحليب. يفضل نضل عم نحرك، يعني ما نتركه للخليط بدون تحريك. وهون بلش يسخن الخليط تبع الحليب والكريم كراميل، وبس غلى الكريم كراميل بنهدي النار على كتير نار خفيفة. وهلأ حننزل بالمكون اللي حينقل طعم الكريم كراميل، قطعتين توست. بس شوفوا، بشيل الطرافة القاسية اللي على جنب، وبعد ما انزلهم بحاول دوبهم بقلب الحليب. هلا هنا ما حيدوبوا نهائيا، لهيك انا رح ارجع رجعهم على الخلاط، ورح ارجع اضيف نص كاسة من هذا المقاس حليب. لا، هذا هو المقاس الكاسة نفسها اللي انا استعملته للسكر. برجعه على النار، وبضلني بخلطه على نار هادية. هلا شوفوا القوام كيف ما فيه كتل ولا فيه شي ناعم، هيك لازم يكون القوام معكم. هلا جبت انا الزبادي اللي لازم ننزل فيهم الكريم كراميل. هون بعد ما نزلت الصوص اللي بيجي مع الكراميل اللي هو سكر محروق. بتمنى صبايا تكتبولي بالتعليقات إذا في عندكم اقتراحات إني أطور من القناة، أو مثلا في وصفات معينة حابين إني أعملها. ناطرة أنا تشجيعكم صبايا، ولا تنسوني مثل ما قلتلكم باللايك والتعليق. وإذا أول مرة بتشوفوني بتمنى تشتركوا بقناتي مع تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد. وهذا كان الشكل النهائي صبايا. حبيت اقسم لكم اياها جنبكم عشان تشوفوا كيف هي من جوا، قوامها غير كريم الكراميل العادي. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم بالكومنتات. وهون نكون وصلت لنهاية الفيديو. باي باي حبايبي.